جريمة من أغرب الجرايم اللي حصلت في إحدى البلاد، وعلشان نعرف إيه الحكاية بكل تفاصيلها المرعبة وعلامات الاستفهام اللي موجودة في الجريمة دي، لأن دي تعتبر الجريمة الغامضة والمرعبة حرفيا. لازم نركب طيارتنا ونطلع فورا على الهند. جريمتنا حصلت في إحدى غابات الهند، غابة كبيرة فوق ما تتخيلوه من كبرها، مليانة بالأشجار، وده المغزى. خدوا بالكوا إن هي مليانة بالأشجار وما فيهاش حد بيعدي، يعني غابة مقطوعة، لا حد بيروح ولا حد بيجي. في يوم معين كان بالصدفة معدي أحد الرعاة من الغابة دي، وسمع حاجة غريبة خلته يترعب حرفيا. سمع صوت استغاثة واحدة ست. سمع صوت استغاثة واحدة ست وقعد يدور، ايه ده؟ ايه اللي جاب صوت واحدة ست هنا؟ دي غابة مقطوعة. بصراحة خاف وترعب، بس قوى قلبه وقعد يتتبع مصدر الصوت لغاية ما وصل لإحدى الأشجار. وهنا لقى عند الشجرة دي منظر رعبه وقلب كيانه حرفيا. لقى واحدة ست مربوطة في الشجرة دي بسلاسل من حديد. ومش بس كده، انا قررت ان انا اجيب لكم صورها، بس همحي ملامح الوش لان منظرها كان صعب جدا جدا. بس لو عايزين تشوفوها هتلاقوها في الصورة المصغرة للفيديو. فاحد الرعاة لما شاف الست دي طبعا اتخض جدا من منظرها الهزيل والضعيف والتعبان. طيب، هو مين اللي عمل فيها كده وليه عمل فيها كده وعشان ايه؟ هنعرف التفاصيل كاملة. طبعا اللي حصل دي ان دي ست امريكية، وهي قررت ان هي هتكشف عن كل اللي حصل لها، بس مش من بقها، لان هي من كتر الضعف وحالة التعب اللي هي كانت فيها لاسباب معينة هنكشفها كمان في الفيديو. هي ما كانتش بتتكلم، هي كانت بتكتب للدكاترة وللشرطة ايه اللي حصل لها ومين اللي عمل فيها كده. الست دي اسمها لاليتا كومار، عندها 50 سنة. هي ست أمريكية بس كانت عايشة في الهند. روت بكل مرارة وألم وحزن ازاي جوزها السابق بكل عمد وكان متعمد ان هو يربطها في شجرة في غابة مقطوعة. طب ليه عمل كده؟ عشان ايه؟ وايه السبب انه ينتقم منها الانتقام الشنيع ده؟ ده كمان ده سابها تموت لمدة 40 يوم. لكم أن تتخيلوا 40 يوم رابطها في شجرة في غابة مقطوعة بسلاسل من حديد من غير أكل وشرب. ليه كل ده؟ ليه كمية الغل والانتقام اللي جواه ده؟ طبعا تم العثور على لاليتا في حالة صعبة جدا، هزيلة وجعانة، بعد ما أحد الرعاة زي ما قلنا سمع صوت صراخها واستنجادها. سبحان الله، ربنا مش كاتب لها ان هي تموت ويطول في عمرها عشان تكشف الجريمة اللي حصلت في حقها من زوجها. طب ايه حكاية زوجها ويا ترى لاليتا هتقول ايه وليه جوزها عمل كده؟ هتكشف لنا أسرار. تعالوا نشوف. لاليتا بتقول في تقرير طبي، ما قدرتش زي ما قلت لكم ببقها لان هي كانت في ضعف شديد، كتبت بس. قالت ان زوجها السابق هددها بقتلها، ومش بس كده، مش مجرد تهديد، لا ده كمان عمل فيها العمايل دي، خدها وربطها في شجرة من غير اكل وشرب لمدة 40 يوم بسلاسل من حديد، وتركها تموت بالبطيء في الغابة. الشرطة الأمريكية فتحت تحقيق في قضية محاولة قتل، وبدأت البحث عن الزوج الهارب لتقديمه للعدالة. يا ترى قبضوا عليه ولا لسه ما قبضوش؟ هنكشف عن مفاجأة في آخر الفيديو. لاليتا تم نقلها فورا للمستشفى علشان تتلقى العلاج اللازم لحالتها، لأن حالتها كانت صعبة جدا، وحالتها على حسب صحيفة إنديان إكسبريس إن هي حالة حرجة فوق ما تتخيلوه. وهنا وهي في المستشفى وحواليها الدكاترة والممرضين وهي بتكتب اللي حصل لها، لأن هي مش قادرة تقول ببقها ايه اللي حصل لها ولا تحكي. بصوا يا جماعة، دي لما لقوها في قلب الغابة، بصوا منظرها. خلي بالكم انا محيت ملامح الوش وبغسلت عليها علشان المنظر كان صعب جدا.
يعني أنا عايزة بس أوريكم حالة الضعف والهزال اللي كان فيها جسمها. شرطة منطقة معينة في الهند، أنا مش هعرف أنطقها لأن هي اسم مكعبل كده. الشرطة اعتقلت زوج المواطنة الأمريكية. قبضوا عليه، بيقولوا قبضوا عليه. بعد أن تم العثور عليها مقيدة بالسلاسل في شجرة في منطقة غابات. بيقول كمان الشرطة إن تم العثور على الست يوم 27 يوليو من قبل راعي محلي كان بيرعى ماشيته بالمكان قريب من الغابة. والراعي دوت فعلا راجل محترم جدا، لأنه واحد تاني ممكن كان يخاف إنه ينجدها ويبقى عليه مسؤولية، ولا يقول وأنا مالي ويسيبها. لأ، برغم ان هو ما شافهاش ولا هي شافته، بس اول ما سمع الصوت راح على اثر الصوت ونجدها بامر ربنا، واكيد ربنا سخره ليها. وبعد كده كمان اتصل بالشرطة والست دخلت المستشفى بعد ما تم تحريرها من القيود والاغلال اللي كانت مربوطة بيها في قلب الشجرة. بس الست زي ما قلنا ما كانتش قادرة تماما تتكلم ولا كلمة بسبب الإرهاق والمرض والهزال اللي كانت عليه. وبس كل المعلومات دي قالتها أو بلغت جزء من المعلومات. أكيد الست بتخفي حقائق كتيرة جدا. ليه؟ هقولكوا ليه. هي بتقول قالت كده الحاجات أو العناوين الرئيسية اللي بتدلهم على اللي حصل لها ومن اللي عمل فيها كده عن طريق الكتابة، وان هي قضت 40 يوم على الوضع الصعب ده من غير اكل وشرب، مربوطة بسلاسل من حديد في قلب شجرة. وان جوزها قال لها ان هي هتموت هناك لما كان بيربطها في الشجرة. تم التعرف على الضحية وهي الأمريكية لاليتا، وقالت إن هي متجوزة من أحد سكان تاميل نادو. وعلى فكرة يا جماعة، سكان تاميل نادو دي مدينة في الهند، يعني معنى كده إن هي متجوزة من رجل هندي، وهي عايشة في الهند من حوالي 10 سنين. طب هو عمل ليه فيها كده؟ الست تعتقدوا هتقول يا جماعة، وهتكشف ليه جوزها قرر ينتقم منها بالشكل البشع ده، وان هو زي كده ما بيقولوا بيموتها بالبطيء. الشرطة فتحت تحقيق جنائي تتعلق بمحاولة القتل والاحتجاز غير المشروع وتعريض الحياة والسلامة للخطر، بس لم يتم الإعلان عن هوية المشتبه به حتى هذا الوقت، برغم إن هم قبضوا عليه ولسه بيحققوا معاه، بس ما قالوش هو شخصيته مين ولا قالوا اسمه ايه ولا اي معلومات عنه. كل اللي هم قالوه او هي اللي قالته وفصحت عنه ان هي متجوزة من 10 سنين عايشة في الهند من احد سكان تاميل نادو، وده يكشف ان هو هندي مش ان هم امريكان وعايشين في الهند. بس الغريب ان الست ما كشفتش ليه هو عمل فيها كده، ورفضت ان هي تقول. تعتقدوا ان في سر كبير هي لسه خفياه ومش راضيه تقوله للشرطه ان خلت جوزها يعمل فيها كده؟ انا من وجهه نظري ان هي مهما تكون عملت من فعل كبير جدا، ما يكونش رد الفعل ان هو يعملها بالمعاملة دي او يربطها في شجرة ويسيبها من غير اكل وشرب ويعذبها العذاب الشديد دوت. ممكن يطلقها، ممكن يسيبها، ممكن اي حاجة، انما ان هي تتعذب وتموت واحدة واحدة كده. وأكيد كل يوم كان بيعدي عليها، مش كل يوم، ده كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية أكيد كانت بتشوف شبح الموت قدامها. انتوا شفتوا يا جماعة جسمها كان عامل ازاي وضعيف ازاي؟ سبحان الله، ازاي يعني وله في ذلك حكم، ازاي واحدة زي كده تعيش 40 يوم من غير أكل وشرب في وضع صعب جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان وضع خطر انها في غابة وممكن تتعرض لأي حاجة من الحيوانات يأذيها ويضرها. وهو قال لها انا هسيبك تموتي بالبطيء. ليه كل ده؟ بس هي ما كشفتش اكتر من كده. اعتقد ان هي مخبية الكثير من الاسرار. تعتقدوا انتوا ايه يا جماعة؟ تعتقدوا ان هي لسه مخبية اسرار تانية كتير ولا ايه بالظبط؟